السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات بس خاطر التليفون ده قررنا نرجع، لان التليفون ده محدش يتكلم عنه، والتليفون ده اذكى تليفون حاليا واصغر تليفون حاليا. ده البيكسل 8 مش ال8 برو. ده تقدر تستخدمه بايد واحده مستريح جدا، تعمل بيه اللي انت عايزه بايد واحده بدون اي مشاكل. 120 هرتز 6.2 انش، ودي غالبا من جوجل انها تنزل 120 هرتز في جهاز صغير، بس طبعا هي غلت السعر عشان تنزل فيه الموضوع ده. من اشك الاجهزه اللي ممكن تمسكها، من اسهل الاجهزه اللي ممكن تمسكها، من اذكى الاجهزه اللي ممكن تمسكها، وهنروح للموضوع ده بعدين. طيب نتكلم عن امكانيات الجهاز ده. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا مساحه، تنسور 3. الكلام ده تاخده تحطه في الزباله، جوجل ما بتعتمدش ارقام. التنسور 3 ما تبصش على ارقامه، ما لهاش اي كتير لازمه ارقامه ترميها في الزباله، ان جوجل بتعمل لك سوفت وير مع هاردوير. الارقام دي ولا ليها اي لازمه، وهتشوفوا دلوقتي في الجهاز ليه انا بقول كده. اولا الجهاز بيجي سوفت وير بيكسل من جوجل، سوفت وير خام ماشي. الجهاز حرفيا كلمه طلقه قليله، الجهاز سريع جدا جدا جدا. الجهاز اعتمادي بطريقه بشعه. انا عايزه يعني لو ان شاء الله لو عرفت اضيف لكم فيديو في اخر الفيديو، اجيب لكم مثلا بيكسل 3 اكس ال واوريكم ازاي هو سريع. 3 اكس ال ده بقاله 5 سنين في السوق، بس اوريكم ازاي لحد دلوقتي سريع. السوفت وير مع الهاردوير من جوجل بيظبطوا الاثنين مع بعض، بيدوك حاجه حرفيا طلقه، حاجه ما بتهنكش، حاجه سريعه جدا جدا جدا. طيب الجهاز ده نازل ب 7 years updates، يعني معاك 7 سنين اي او اس. يعني لو هو نازل باندرويد 14 يبقى معاك 15 16 17 18 19، وغالبا اندرويد 20 كمان هينزل لك. كل الاندرويد دي المفروض هتنزل لك. هتقولي هو الجهاز اصلا عايش 20 سنه؟ جهاز عايش. الجهاز انا ممكن انزل لك صوره دلوقتي مصور ب 4 اي 5 جي، صوره ما تاخدهاش باجمد اجهزه اندرويد موجوده. 4 اي 5 جي ده بقى له 4 سنين في السوق، انت متخيل؟ الجهاز هيعيش معاك، الجهاز هيبقى تمام، الجهاز 100 100. اولا بالنسبه للديزاين، اللون البينك مش حريمي خالص، لان ده مش بينك، ده تحسه اوف وايت شويه مع فريم لونه افتح سيكا، فالديزاين مش حريمي خالص، الديزاين حلو جدا جدا جدا. الديزاين كلها حواف دايره مدوره، فالموضوع لطيف بطريقه جدا. الشاشه كامله بدون يعني تحس ان الحواف كلها زي بعض، ممكن تحت تبقى زياده سنه، بس الحواف تعتبر كلها قد بعض كبيزل. 120 هرتز، فانت بتاخد سلاسه اصلا مع سلاسه جوجل، فحاجه رهيبه جدا. الصوت الجهاز ده صغنن بس صوته جامد جدا جدا جدا. عايز اوريكم صوته دلوقتي من وسط الدوشه اللي حواليا. الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، من حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا. يعني صراحه بالنسبه للصوت هنا فهو ممتاز. فلاج شيب من كل ناحيه طبعا، ضد الميه. احمال على الشاشه كورنينج فيكتس بلس، ده حاجه ما تخلوش حتى يحتاج يتخربش، بس طبعا بهات له كفر ومتاح كفرات سبيك. بالنسبه اللي هو ليه اذكى تليفون موجود دلوقتي، تعال نشوف الفيتشرز سوا. نخش في الفيتشرز، لازم نتكلم على برايتنس الشاشه. ان شاشه صغنطوطه كده تجيب 2000 نتس، برايتنس عالي جدا. احنا في ضوء الشمس دلوقتي، يعني ضارب الشاشه ضارب فيها شمس وواضحه جدا جدا جدا، وضوح 100 100. حتى لو خلينا الوايت مود هتبقى شايف كل حاجه بالظبط. لايف ترانزليت، بص يا باشا، انت بتشغلها من جوه السيتنج، وبتختار انت عايز من كذا لكذا، تمام. اي حاجه، مش شرط رسائل، اي حاجه تترجم للغه اللي انت عايزها. اي حاجه، تخيل انت ماشي في الموبايل في اي حته هتترجم لك من انجليش لعربي. رسائل، محادثه، بتاع، انت في اي حته هتقدر تترجم اللي انت عايزه لايف يعني. يقدر يكتب اي حاجه بتتقال. Is definitely the Google Pixel. So many of the Pixel's best features are literally fixing it in post, right? Oh, is your face blurry in that picture you took? Fine, face unblur, fix it in post. Oh, what's that? You didn't quite get that angle right on your photo? Magic Editor. ممكن تقول لي طب ما اليوتيوب بيعملها عادي. لا، هنا انت ممكن تعملها في اي حته. لو ننزل فيديوهات من على النت يا عم هتعملها. I need to eat some noodles. أحتاج أن آكل بعض الشعرية. طيب احنا هنجرب ماشي، ان كأننا في الصين ورايحين نشتري مثلا اي منتجات وهو يساعدنا. فاحنا ممكن بي ماي انتربيتور. Got it. What language do you want? اوكي، هقول له ان انا بتكلم عربي ماشي، وانت عايز تترجم لي. الاقي تشاينيز فين بقى؟ كيف حالك؟ 你好吗 اريد ان اشتري بضائع. 我要购买商品 كيف اذهب الى السوق؟ 我怎样去市场 انا اريد ان اذهب الى السوق لاشتري بضائع. 我想去市场买东西
بصوا انا مكسل اعملها، بس التبس دي بتخليك تعرف ايه الميوزك اللي ممكن تكون شغاله. حتى ساعات بيجيب قران وبيكتب اللي هو انت بتسمع كذا، وبيبقى في سيف ليست الحاجات اللي انت سمعتها النهارده، مثلا تعرف تجيب حاجه اللي انت عايزها وتسيرش عليها. هنا في حركه روشه ان انت تقدر تشوف اللايف لوكيشن بتاع صاحبك او ابنك او بنتك او كده، بس هو بس بيسمح لك طبعا بكده من خلال الموبايل عنده، وبتعرف هو فين بالظبط. تمام. وطبعا تسمح بالوقت اللي انت ممكن تشوف فيه الكلام ده ومكانه والكلام ده كله، حاجه زي المابس على واتس اللايف لوكيشن، بس هنا بوضوح اكتر او بلايف اكتر يعني. بص يا باشا، بتغيير الخلفيه الموبايل كله بيتغير، الوان الايكون بيتغير، لون القايمه من فوق بيتغير. انت حرفيا بتبقى ماسك موبايل تاني مجرد انك غيرت بس الخلفيه. بص كل حاجه بقت لون الخلفيه بقى لونه ازرق، بره الساعه لونها اتغير، كل حاجه لونها اتغير، بس انا بره ما غيرتش الخلفيه اللي بره، غيرت اللي جوه بس، عشان كده الساعه ما اتغيرتش قوي. سينماتيك بقى، هتجيب صورتك وتعملها سينماتيك مود، ياخد ثواني ويعمل سينماتيك مود. ده بيدي انيميشن كل ما بتفتح الجهاز، بيخلي الموضوع روش شويه. موضوع لطيف يعني. بص هتشوف دلوقتي كل ما نفتح الجهاز تمام هيعمل حركه روشنه كده بالصوره بتاعتك وتحس انها بتقرب كده. سينماتيك مود اي صوره، مش لازم الصوره نفسها تبقى بورتريه، اي صوره هو هيخليها سينماتيك مود وتتحط وتبقى منظرها حلو وانت بتفتح الجهاز كده، اي صوره عندك مهما كانت يعني. Hello everyone, my name is Hassan. I am doing a review for Pixel 8. It's smartest smartphone in market. It comes with 8GB of RAM. CPU is Tensor 3. It's come with 8GB of RAM. My English is too bad. بص الموضوع كله ان انا اللي بقوله بيتكتب بس باللغات المتاحة حاليا، يعني مثلا انجليش بتاع مفيش عربي. تخيل لو بقى فيه عربي، او تخيل لو انت شخص انجليزي، انت مش محتاج بعد كده تعد التليفون. مثلا لو انت يوتيوبر مثلا، ممكن بعد كده تتكلم هو يكتب لك اللي انت عايزه. انا بس عشان لغتي وحشه جدا 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 فهو الكلام مكتوب غلط. انت لو انجليزي الكلام هيتكتب 100%. ولو انتوا تو سبيكر شخصين بيقرا ان في شخص سبيكر 1 وسبيكر 2 بيقرا المحادثه كامله يعني. راعي لو بقولك لو بتكلم شخص في ميتنج عايز الكلام يتكتب، انت متخيل يا مان؟ موضوع جمدان التنين يعني الصراحه. كلنا عارفين ان كان في ماجيك اريسر قبل كده موجود واتحط في كل البكسلات، لكن دلوقتي عندنا ماجيك اديتور خاص بيك ك 8 و 8 برو. تمام. اديتور ممكن تدفع فيه ولفات هناك. مثلا هنحدد رقايه دلوقتي، حددناها في الصوره. تمام. عندنا خيارين، ممكن نمسح رقايه وممكن ننقل الرقايه من مكانها. يعني مثلا اهو امسح لي رقايه اصلا، هياخد شويه وقت كده يحمل ويمسح رقايه، مسحها يعني بص باحترافيه رهيبه، وبيديك كذا خيار برضو، والرقايه مش موجوده اهو، انت شايف الصور كامل. تمام. موضوع جامد جدا. طب رجع لي رقايه، طب انا عايز انقل رقايه على الجنب ده كده، هياخد رقايه وينقلها، ينقل رقايه. انت تقولي الكلام ده موجود في الفوتوشوب كده، بس يا اسطى الفوتوشوب بفلوس وتعب وبتاع، هنا انت بحركه واحده. لو صاحبك مثلا بعيد ولا حاجه ممكن تقربه منك، لو في الشله عايز تمشيه ممكن تبعده بعيد عنك عادي، عايز تمسح بني ادم صورته وناس وراك عايز تمسحهم. على فكره اجمد ماجيك اريسر، الماجيك اريسر ما بيديش الاداء اللي بيديه الماجيك اديتور. السما بقى ممكن تغير في الوان السما، مش الوان الصوره، الوان السما بس، الوان السما بس تقدر تلعب فيها، تحددها تبقى لونها ايه، كانها في الغروب كانها في الشروق بتاع، وانت زي ما انت والوانك زي ما انت وكده. اهم ميزه بقى بالنسبه لي السلكت. بص يا باشا، انت ممكن تسلكت اي حاجه. الواحد مثلا بعت لك رساله مثلا فيها بيانات وانت عايز تاخد تسلكت مثلا اسمه بس او رقمه بس تسلكتها. هنا مثلا بسلكت فسلكت تاريخ، قال لي انت عايز تفتح كالندر ده تاريخ. عارف لو سلكت وزن هيقول لي افتح لك جوجل نخير الوزن مثلا بدل هو موجود يبقى كيلو. عايز مثلا تسلكت 10 جنيه او مكتوب 10 جنيه بالانجلش، يقول لك تحب اعمل لك كونفيرت ال 10 جنيه دي مثلا لدولار. بيشوف كل حاجه مسلكتها ويوديها لك في الحته اللي انت عايزها. اوريكم بقى اجمد حاجه البيستيك. بص يا باشا، تاخد كاس صوره انت واصحابك، وتعالى نشوف ايه احسن صوره ممكن تاخدوها. الاول حاجه بتحدد صوره منهم وتقول له يا باشا انا الصوره دي، يحدد وش كل واحد ويجيب ملامح كل وش واحد كله يجيب ملامح وش كل واحد في الصوره وتختار الابتسامه اللي انت عايزها. يعني مثلا انا ما كنتش مبتسم خليت مبتسم، ماشي. بعد كده نحدد الصوره الثانيه عايزه يبقى انهي ابتسامه في كل الصور اللي خدناها. مثلا ما كانش مبتسم، هندور ابتسامه بقى مبتسم. في واحده اللي هو كده، واحده كده، انت اللي انت عايزه اهو بقى مبتسم. احنا الثلاثه بقينا مبتسمين، بقينا بنضحك، ما كناش بنضحك سبحان الله على مثل ما انا بيعلم. كل ده خلال دوسه بس على الموبايل لا اكثر. الموضوع سهل جدا. ماشي. الاي اي بقى
بص يا باشا، احنا هنعمل هنا صور باستخدام الاي اي. هتكتب انت عايز الصوره ايه او تختار بمعنى اصح ويجيبها لك. يعني مثلا دي الصوره اللي طالعه لي، لا انا عايزها تبقى فلاور اكتر، وعايزها الخلفيه تبقى ساند، تبقى رمله، تمام؟ حسب ما انا هعوز هيغير لي. طيب لونها ايه؟ انا عايزها خضراء. طيب اعمل لي ويل بيبر يا اسطى باللي انا قلته، ساند اهو وخضراء وفيها فلاور. طب انا عايزها اورنج، اعملها لي اورنج، عمل لي خلفيه اورنج. وخلفيات طبعا كلها 4K تحطها على الموبايل يعني، وداعا لزد للاسف كنا بننزل منهم خلفيات. خلاص انت الخلفيه هتكريتها بالاي اي، هتقول للاي اي انا عايز خلفيه كذا. فلاور، لا انا مش عايز فلاور، انا عايزها مثلا باتر فلاي، عايزها فراشات. اوكي عايزها لونها ايه؟ بينك، خليها بلو، يلا بلو، جاب لي فراشات بلو. بطاريه بقى، بالنسبه لجهاز صغنطوط زي كده على قد ايدك ببطاريه تكمل يوم ولسه الادابتيف باتري ما اشتغلتش. يعني الجوجل بيكسل بقى الادابتيف باتري بيبقى بعد مثلا اسبوع ولا حاجه البطاريه بتتحسن زياده، فهو دلوقتي يوم كامل. تخيل بعد اسبوع بقى هيقعد يوم وربع ولا حاجه. ف 6.2 انش ببطاريه يوم كامل، صراحه بطاريه جميله جدا. الشحن، بص جوجل من ايام ال6 وال6 برو بتقول لك انا 30 واط وهو بيشحن 23 واط. من ايام ال7 وال7 برو بيقول لك 30 واط وهو 25 واط حاجه زي كده او 23. ده 30 اللي هو ساعه وربع هيشحن. اللي هو تروح تاكل وتسيبه على الشحن هترجع تلاقيه شحن ان شاء الله يعني. لا هترجع تلاقيه 30%. يعني انا امبارح رحت اتغديت رجعت كان صفر بقى 30. فحلو اللي هو اكلت في ربع ساعه ولا حاجه، فحلو. اللي هو مش ده اللي متعودين عليه من جوجل دايما بتبقى اقل بكتير. فلا سرعه الشحن حلوه، البطاريه بتكمل يوم، صراحه بيرفكت. السعر بقى، بص الجهاز عشان تجيبه من بره محتاج مسافر ياخد $100، ومحتاج سعر الجهاز $700، ومحتاج جمارك الولايه حوالي $70، يعني بتكلف حوالي $870 وهو تمن اصلا $70. $870 انت عارف طبعا تضرب في الدولار في كام، فيطلع لك بحاجه و40 او اخر الثلاثينات. عموما موجود في بيكسل ستور بنفس الرينج ده عموما، يعني ممكن تشتري منه. وبيكسل ستور عندهم كل البيكسلات اللي في الكوكب، ممكن تشتري منهم اللي انت عايزه عموما يعني. بيكسل بقى ليه اصلا بيكسل؟ عشان الكاميرا. فبالنسبه للكاميرا هنزل لكم شويه صور دلوقتي انا كنت مصورها بالتليفون ده في خلال اليومين اللي فاتوا، وقولوا لي رايكم فيها. دي حاجه زي تعبان البحر كده، مش عارف بصراحه. بس انا عايز اقوله لك ان انا الصور اتنفخت عقبال ما وصلتها هنا. انا اسف لان انا نقلتها من الموبايل لهنا فالجوده راحت، فهي كانت احسن من كده بكتير، او على الموبايل احسن من كده بكتير. كل ده مش في البحر، كل ده انا في معرض اسماك، يعني انا كل ده ورا الازاز وباينه كانها حقيقيه، فدي حاجه تحسب للموبايل صراحه. ده 2x وانا في القلعه بحاول اجيب المكتبه من بعيد. وبعد كده 8x، على فكره 8x هنا والزوم بيتحسن جامد بعد التصوير، الانهانسمنت رهيب بتاع جوجل. دي العدسه المقعره بتاعه الجهاز اللي هي مش عارف 6/10 حاجه زي كده للقلعه. بعد كده في 1، بعد كده في 2. يا جدعان اي صوره بتاخدها في جوجل بتاخدها وخلاص، مش لازم تحدد، مش لازم تركز، هي جوجل كده تحسنها. كده السوفت وير هيطلع لك الصوره حلوه. يعني لما تشتري جهاز جوجل صور اي حاجه في الطريق، طلع موبايلك وافضل صور وخلاص، مش لازم تركز على حاجه، مش لازم تعمل اي حاجه. هي الصوره هيحصل لها انهانسمنت، هي الصوره هتتحسن لوحدها. يعني بص ده 8x طلع رهيب. انا هنا حاولت اجيب سان ستيفانو من بعيد في ال 8x، المفروض حاجه زي كده محتاجه 30 ولا حاجه. انا جبت الابراج اللي جنبها عشان اتلخبطت، فمش عارف دي ابراج اكيد الاسكندرانيه عارفين. في الاخر وليس اخرا، الجهاز ده هتلاقيه فين؟ انا عارف ان بيكسل مش هتلاقيه في مصر وبتاع، لا الكلام ده كان زمان. دلوقتي بقى عندك بيكسل ستور. بيكسل ستور حرفيا هو بيكسل ستور فيه كل اجهزه البيكسل. يعني عندهم حاليا متاح 3 و4 و5 و6 و6 برو و4 اكس ال كان موجود وفي باع، و5 وعندهم 8 و8 برو، وعندهم بيكسل ووتش، وعندهم الجالاكسي بادز برو، جالاكسي ايه، عندهم جوجل بادز برو، عندهم كل حاجه بيكسل حرفيا. يعني من الف للياء اي حاجه عايزها من جوجل موجود عندهم. هم ويب سايت ومحل. ممكن اسيب لكم لينك الويب سايت تحت، تقدر تشتري ال8 او ال8 برو او ال7 او 7 برو او 6 او 6 برو. معاك من اول 5000 جنيه لحد 40000 جنيه، كل الاجهزه متاحه. دي كل حاجه اقدر اقول لك على الجهاز. يا رب الفيديو يبقى طويل وكده، وانا اسف لو وصلت لحد هنا وتعبتك معايا. بس شكرا لكم جدا، السلام عليكم. سريع دلوقتي انا بصور بالكاميرا الاماميه البيكسل 8 عشان نجربها، وطول الفيديو بسجل بالمايك بتاع البيكسل 8. انا اسف لو في ساعات شخوله عشان كنت بحرك الموبايل وكده، فكان بيبقى في شخوله في الصوت، بس انا كنت قاصد ان انا ما استخدمش مايك واستخدم مايك التليفون نفسه، لان هو اللي انا اعرفه ان هو المفروض جامد جدا. فان احنا نجربه جوه الفيديو نفسه ونسمعه طول الفيديو، والعزل بتاعه حلو ولا لا، والصوت بتاعه حلو ولا لا. فانا اسف على الشخوله اللي كانت موجوده عشان كنت بحرك الموبايل، وعشان قررت ان نجرب سوا. معلش انا اسف، انا بتعبكم معايا والله، معلش لازم تتعبوا معايا، تجارب لازم تتعبوا، معلش اصل انت مش هتتفرج كده خلاص، لازم تتعب. يلا سلام. اخيرا وليس اخرا بقى، انا عارف ان ده مش افضل وقت انزل فيديو، ان انا بقالي كتير ما نزلتش واجي انزل في الوقت ده يعني. وان جوجل دي اصلا امريكيه وكده والكلام ده، واسمعها هناك يعني. بس يعني الواحد ما عندوش حل تاني للاسف. يعني انت ممكن تكون بتتفرج عليها من جهاز جوجل او من جهاز ابل اصلا تبعهم.
بس الواحد نفسه ان شاء الله في يوم من الايام باذن الله يبقى عنده صناعه محليه ان شاء الله، ما يعتمدش على حد. نفسنا في يوم من الايام ان شاء الله نوصل لمرحله ان احنا نعمل البورده ونعمل الشاشه ونعمل سوفت وير ان شاء الله يعني. ففي المستقبل ان شاء الله الواحد يبقى يشتغل على النقطه دي ان شاء الله، ما يحتاجش لحد. فانا عارف ان في الاجواء دي ما ينفعش اتكلم عن حاجه صناعه امريكيه، بس للاسف مفيش بديل يعني. هو يا جوجل يا ابل يا سامسونج كله تبعهم يعني، او سامسونج ممكن تكون كوريا شويه. بس ان شاء الله الواحد في يوم من الايام باذن الله ما يحتاجش للناس دي ان شاء الله، ويشتغل صناعه محليه باذن الله يعني. وان شاء الله اليوم ده قريب يعني، ربنا يكرم.